أول خطوة هي في صناعة براند قُلنا إن هم 4 خطوات، الbrand positioning وإنك تختار اسم للبراند، والbrand sponsorship، وأخيرًا الbrand development. لو بدأنا نتكلم على الbrand positioning ده موضوع كبير جدًا واتكلمنا عنه بشكل مطوّل، وفي فيديوهات وفي play list موجودة هنا على اليوتيوب channel خاصة بالpositioning وفيها كل موضوعات الpositioning قتلناها بحثًا يعني. إنما هنا بنتكلم من زاوية تانية وهي لمّا بتيجي تعمل positioning يعني إيه؟ يعني أنت عايز تميّز نَفْسك أو تحُط نَفْسك في موقع مميز ومستقل وبعيد عن كل المنافسين بتوعك جوّه دماغ الcustomer. وزي ما قُلنا أمثلة كتير، إن ممكن يبقى أنت الpositioning بتاعك إن أنت سعرك أرخص، إن أنت أكثر متانة، أكثر كفاءة، عندك مميزات مش موجودة في المنافسين، وغيره، وغيره، وغيره. طيب، ده الpositioning. الشركات بقى عشان تيجي تعمل positioning للbrand بتاعك، ممكن يحصل positioning من خلال 3 مستويات. في شركات بتعمل positioning من خلال الproduct attributes يعني خصائص المنتج نفسه. وفي مميزات وفي شركات بتعمل الpositioning بتاعها من خلال الproduct benefits أو المزايا اللي هتعود على المستهلك من استعمال المنتج. هنعرف الفرق ما بين الاتنين. البرودكت اتريبيوتس خصائص المنتج، صفاته. البرودكت بينيفيتس الصفات دي هتعود بايه على المستهلك كايموشنالي، هنعرف برضو الفروقات ما بينهم. وفي شركات وبراندات بتعمل البوزيشننج بتاعها من خلال البرودكت بيليفز اند فاليوز، القيم اللي بيبثها البرودكت ده جوه دماغ الكاستمرز، وهنعرف ازاي برضو. نيجي للبراندز اللي هي بتعمل بوزيشننج من خلال البرودكت اتريبيوتس. برودكت اتريبيوتس اللي هي خصائص المنتج، يعني ده اقل ليفل وده البوزيشننج السهل. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت لو عندك منتج سعره رخيص، سعره افوردبل، مناسب، ده برودكت اتريبيوتس، خاصيه. لو انت بتتكلم على عربيه سعتها اللتريه 1600 سي سي، ده برودكت اتريبيوتس. لو انت بتتكلم على كمبيوتر الرامات بتاعته مش عارف كذا جيجا، ده برودكت اتريبيوتس. لو انت بتتكلم على ملابس عمرها طويل وبتستحمل وديورابل، برودكت اتريبيوتس. اتريبيوتس يعني خصائص المنتج، اللي هو حاجه جوه المنتج نفسه، متانه، امان، ديورابيليتي، سعر، وهكذا. فانت ممكن كتير من البراندز بتقول لك والله هنعمل البوزيشننج بتاعنا بيزد على خصائص المنتج دي، ما فيهاش فن. هو المنتج بتاعنا لو انت بتتكلم مثلا عن دواء، والله الدواء ده بيتاخد مره واحده في اليوم، ده برودكت اتريبيوت. والله ده هو بيتاخد عباره عن بيتاخد ان راس بتتدوب في الميه فما بيتعبش المعده، ده برودكت اتريبيوتس. برودكت اتريبيوتس المقصود بيها ايه هنا؟ دي خاصيه لا يمكن تغييرها، انها حقيقه، حقيقه في المنتج. بيستعمل بعد الاكل، ما بيتعبش المعده، بيستعمل مره واحده في اليوم، بيتاخد على مره واحده، وهكذا. عربية سعتها اللترية عالية، متينة، الأمان، الفرامل ABS، مش عارف إيه، موبايل سعته كبيرة يقدر تخزن عليه، ابلكيشن تقدر تستعمله لو مفيش نت اوفلاين، كل ده برودكت اتريبيوتس. برودكت اتريبيوتس اللي هي خصائص المنتج. في مثال مثلا بامبرز. بامبرز اول ما نزل كحفاضة. طبعا كان زمان الأطفال بيستعملوا الكوافيل، القماش اللي هي الطفل يعمل فيه بيبي وتويلت وبتاع، وبعدين بتتغسل وكده. نزلت بقى الحفاضات الديسبوزابل، فنزل بامبرز. أول ما نزل خالص كان بيشتغل بوزيشننج من خلال برودكت اتريبيوتس، ده اختراع، ده ديسبوزابل. وبالتالي هو هنا بيتكلم على ايه؟ بيتكلم على انه حفاضه سهل، يعني تستخدم مره واحده فقط، وده كان اختراع ساعتها، مناسبه، بتمتص السوائل، وهكذا. كل دي ايه؟ خصائص.
يبقى هنا خدوا بالكم ان بامبرز ده حكايه هنتكلم عليها في البرودكت اتريبيوتس والبينيفيتس والفاليوز. فلما نزلوا خالص نزلوا بالبرودكت اتريبيوتس، نزلوا من خلال الخصائص ان هي حفاضه تستعمل مره واحده، تمتص السوائل، كل دي خصائص في المنتج. يبقى هنا استعملوا ايه؟ البرودكت اتريبيوتس. اي بقى منتج او اي براند ممكن يعمل بوزيشننج من خلال البرودكت اتريبيوتس. السعر، القطن، الخامه ناعمه لو بنتكلم على قماش، الغسيل، مسحوق غسيل بينظف اكتر، مضاف اليه ماده مش عارف ايه، كل دي برودكت اتريبيوتس. النضاره دي فاشنبل، معموله من الميتال، الوان جديده، كل دي برودكت اتريبيوتس. وهكذا برودكت اتريبيوتس يعني خاصيه في حقيقه موجوده في المنتج انا هبني عليها البوزيشننج بتاعي. البوزيشننج بقى بيزد على الاتريبيوتس او خصائص المنتج او صفاته، ده اضعف انواع البوزيشننج. ليه؟ لاسباب كتيره، من اهمها ان الاتريبيوتس ممكن تتقلد. يعني انا لما اجي اقول لك والله ده العربيه دي امان، هيطلع كومبيتيتور او منافس هيقول لك لا والله ده انا العربيه بتاعتي امن. لو انا قلت سعه الموبايل بتاعي 256 او 1 تيرا حتى، هيطلع شركه بعد كام يوم تقول لك وانا كمان نزلت 1 تيرا. دواء هيقول لك والله ده ميزته ان هو او البوزيشننج بتاعه انه بيتاخد مره واحده في اليوم، هيطلع 50 منافس يتاخدوا مره واحده في اليوم برضو. وبالتالي سهل قوي انه يتقلد. ازاي تبني البوزيشننج بتاعك على خاصيه من خصائص المنتج اللي هي سهله التقليد؟ الحاجه التانيه ان انت لما بتيجي تتكلم على اتريبيوتس او خصائص، هنا بتتكلم على حقائق ممكن ما تكونش ليها تأثير على الكاستمرز. يعني انت ما ترجمتش الحقائق دي لمميزات. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا لو جيت قلت ان انا ال 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 سعة او الرامات 4 جيجا، ايه ده اتريبيوت او ده فيتشر، خاصيه موجوده من خصائص المنتج. ولكن هل ده ممكن العميل ما يبقاش فاهم؟ طب ايه يعني 4 جيجا اعمل ايه يعني؟ طبعا لو انت ترجمتها له بعد كده ان ده معناها ان الموبايل، ان الكمبيوتر هيبقى اسرع او اللابتوب هيبقى اسرع، تقدر تلعب جيمز بسهولة، تقدر تشغل اكتر من برنامج في نفس الوقت، هنا ده موضوع تاني. انما انت في البداية اتكلمت على الاتريبيوتس، زي انك تقول ان هو وانس ديلي او دواء بيستخدم مرة واحدة في اليوم. طيب دي خاصية ممكن ما تكونش مترجمة في دماغ الكاستمر او العميل لحاجة، انما لو قلت ان كده ده هتبقى جرعة مريحة وسهلة الاستخدام ومش هتقدر تنسى الجرعة والحاجات دي كلها، يبقى هنا الاتريبيوتس دي سهلة. اسهل انواع البوزيشننج، ما بتاخدش اي مجهود، انت بتاخد صفة من صفات المنتج وتقول تعمل عليها بوزيشننج، انما ليها عيوب انها سهلة التقليد، ممكن ما تترجمش في دماغ الكاستمرز، يحس ان مفيش ميزة عايدة عليه من الفيتشر او الاتريبيوت بتاعت المنتج ده. النوع التاني بقى من البوزيشننج، الشركات والبراندز اللي بتعمل بوزيشننج بيزد على البينيفيتس. يعني ايه بينيفيتس؟ يعني مزايا. يبقى الليفل الاولاني في البوزيشننج او المفهوم الاول او المستوى الاول للبوزيشننج الاتريبيوتس او الفيتشرز اللي هي الخصائص بتاعه المنتج نفسه، ودي اتكلمنا عنها. الليفل التاني او المستوى الاعلى بقى شويه والاحدث اللي بتحتاج التطور الطبيعي للبوزيشننج، يعني البوزيشننج اللي مبني على البينيفيتس، الميزه. طيب الفيتشر او الخاصيه اللي اتكلمنا عنها دي هتعود على الكاستمر بميزه ايه؟ ودي غالبا بتبقى ايموشنال، دي حاجه عاطفيه. لو خدنا مثال على بامبرز، قلنا ان بامبرز اول ما نزل كان بيتكلم على الفيتشر، والله دي حفاضه، هو كان لسه بقى حاجه مش معروفه، فبيتكلم على انها حفاضه. الحفاضه دي ديسبوزابل، بتترمي، وفي نفس الوقت بتمتص السوائل او البيبي بتاع الطفل بسهوله. فدي كانت الفيتشرز. بعد كده بقى اتحولت البوزيشننج البينيفيتس. طيب ده هيعود الكلام ده على ايه؟ بعد بقى ما الناس عرفت يعني ايه بامبرز والحاجات دي كلها، قال لك ده هيعود على الطفل ان جلده هيبقى صحي وجاف،
في نفس الوقت هنحميه من الجفاف اللي ممكن يحصل له نتيجة استعمال الكوافيل والحاجات القديمة دي. يبقى هنا ترجم الفيتشر اللي هو حفاضة ديسبوزابل بتمنع او بتمتص السوائل لبنفيتس ان جلد طفلك هيبقى دائما جاف وصحي وما فيهوش المشاكل اللي ممكن تحصل نتيجة استعمال الحاجات القديمة. شوفوا، يبقى هو ترجم هنا الفيتشر، هنا البوزيشننج اختلف. المرة الأولانية كان بيتكلم على حقيقة موجودة في المنتج، اللي بعد كده بقى لما اتكلم على البينيفيتس بيتكلم على ايه بقى اللي هيعود، ايه الميزة، ايه الميزة اللي هتعود على الكاستمر من استعمال المنتج ده. امثله بقى كتيره لبراندز كانت بتستعمل الموضوع ده. اون تايم ديليفري، هتوصل لو دي شركه توصيل طرود وشحنات وكده هتوصل في الميعاد. عربيه بتتكلم على السيفتي. نايكي بتتكلم على ال الخامات وانها مريحه تقدر تجري بشكل اسرع. ما اتكلمتش بقى على ان احنا مصنوعين من الماده الفلانيه، لا لا لا، كل دي فيتشرز او كل دي اتريبيوتس. انما هنا بقى بنتكلم على ايه؟ هنا بنتكلم بقى على البينيفيتس، ايه اللي هيعود على الكاستمرز او ايه الميزه اللي هتعود على المستهلك من استعمال ايه هذا المنتج. تالت ليفل من الليفلز بتاعت البوزيشننج هي البوزيشننج اللي مبني على البيليفز والفاليوز، القيم والمعتقدات اللي بيبثها المنتج دي. بقى هنا البراند عالي قوي بقى، يعني بعد ما كان البوزيشننج مبني على الاتريبيوتس والخصائص والناس عرفته بقى وخلاص، وبعدين بقى مبني على البينيفيتس اللي هي اللي هتعود من استعمال المنتج والاتريبيوتس الخصائص بتاعته. المنتج بقى ربط او كون روابط عميقة ما بينه وما بين الكاستمرز او العملاء بتوعه، لدرجة انه بقى في قيم بيبثها، يعني values. مجرد ان انت استعمال المنتج ده، انت بتستعمله علشان المنتج ده عنده قيم. المنتج ده مش منتج عادي، مش براند عادي، ده براند عنده values وبيليفز ويعني وانت بترتبط بيه عاطفيا لانه منتج محترم ليه رسالة. تقدر تقول كده انه منتج محترم له رسالة في المجتمع. بنكمل في المثال بتاع بامبرز. يبقى بامبرز في الاول كان البوزيشننج من خلال الاتريبيوتس، بعد كده البوزيشننج من خلال البينيفيتس، بعد كده البوزيشننج من خلال البيليفز والفاليو. بامبرز بيعمل حاجه اسمها بامبرز فيليج، بامبرز فيليج او قريه بامبرز، اللي هي بتبوزيشن بامبرز دي بقى كعيله او كمكان بيجمع ما بين الاطفال او البيبيز اللي بيستعملوا بامبرز والبيرنتس او الاباء والامهات. وان هو بقى بيقوي العلاقه ما بين البيبيز والبيرنت، فيبقى بيرنت تشايلد ريليشن شيب وتوتال بيبي كير. والموضوع بقى دخل في موضوع كبير، ان بامبرز ده ليه رساله ان هو بيجمع ما بين سعاده الاطفال وسعاده الامهات. ودي رسالة قوية جدا، مش مجرد حفاضة علشان البلل اللي هيصيب الطفل. وده اللي خلى أحد المسؤولين التنفيذيين في بروكتر أند جامبل، اللي هي الشركة المنتجة لمنتج بامبرز، بيتكلم إن البيزنس بتاعهم ما بقاش ينمو أو ما نماش بشكل عنيف ومضطرد وسريع الا لما بامبرز اتغيرت فكرها او البوزيشننج بتاعها من كونها حفاضة علشان تخلي جلد الطفل او البيبي جاف، الى انها تبقى شريك للام وفي تنمية وتطوير وانها تعرف تربي ابنها وترعاه بشكل كبير. يبقى ده هنا بامبرز اتحول البوزيشننج بتاعه الى بيليف، عقيدة، الى فاليو
قيم. الموضوع مش حفاضة، الموضوع مش فكرة الأول كانت حفاضة بعد كده حفاضة عشان تخلي جلد الطفل أكثر صحة وجفاف، وبعد كده الموضوع بقى تطور إلى إن بامبرز بقى شريك للأم، جزء من حياة الأم والطفل الأساسية، وشريك أساسي في رعاية وتطوير البيبي. كتير بقى من البراندز حديثا بتتبع الليفل ده في البوزيشننج. زي هنا البراند ده بيعتمد على ان هو السعادة سرها في بيتك، ان البيليفز او الفاليوز اللي بيقدمها هي قيمة السعادة. ما قالكش ان الفيلا مساحتها كذا، ولا المسكن مريح، ولا الجناين كذا، ولا اي حاجة. قالك لا، اسكن عندنا علشان هنا هنقدم لك السعادة. دي احد البوزيشننج اللي مبني على الفاليوز او البيليفز. البراندز الكبيرة بقى اللي وصلت للليفل ده في البوزيشننج امنوا يعني بيليف ان هم لازم العلاقة ما بين البراند والكاستمر تبقى واصلة لاعلى مستوى من الايموشنال ليفل او المستوى العاطفي. الموضوع مش فكرة ان انا بشتري براند او برودكت يعمل لي ساتيسفاينج النيد عندي وخلاص، لا، انا مرتبط بالبراند ده، في قصة حب ما بيننا، في علاقة ما بيننا. ابل وجوجل ونايكي وديزني والنوع ده من البراندز التقيلة والكبيرة قوي دي بنت الليفل ده او وصلت للليفل ده. انت لما بتشتري منتج من منتجات ابل، انت ما بتشتريش تليفون، انت بتشتري منتج من ابل، انت بتشتري حاجة من ابل، انت بتحب البراند ده، بتحب المنتج ده. انت لما بتروح ديزني ما بتروحش مدينة ملاهي، انت بتروح ديزني. انت لما بتشتري شوز لما بتشتري نايكي ما بتشتريش مجرد حذاء رياضي، انت بتشتري نايكي. انت بتشتري نايكي بكل تفاصيلها، بقصة حبكم ما بينك انت ككاستمر والبراند ده. شايف البوزيشننج واصل لدرجة ايه؟ الفكرة مش فكرة منتج هروح اشتريه، انا مش رايح اشتري شوز، انا رايح اشتري نايكي. انا مش رايح العب في الملاهي، في ملاهي في مليون مكان في حول العالم. انما انا رايح ديزني بالتحديد لان ديزني حالة. ديزني كديزني هو مش مجرد العاب هلعبها، دي حالة، ده في كونكشن بيربط ما بيننا. شوفوا الليفل ده، الليفل البوزيشننج اللي البراندز دي وصلت له، ان في علاقة او روابط وعلاقة حب غير مشروطة ما بين المنتج او البراند ده وما بين الكاستمرز دول. وعلشان توصل كماركتير للليفل ده لازم يكون عندك فيجن وميشن للبراند وانت بتعمل له بوزيشننج. يعني اول ما البراند بينزل انت بتبقى المفروض شايف اولا الميشن، انك بتبقى عارف البراند ده معمول ليه، يعني نازل ليه، يعمل ايه. وفيجن ان قدام انت عايز توصل بالبوزيشننج بتاعك للبراند ده لايه جوه دماغ الكاستمر. يعني بامبرز لما نزل هو الميشن انه ده نازل كحفاضة علشان حماية جلد الطفل، وإن جلد صحي ويمنع التسريب ويمتص السوائل والحاجات دي كلها، ده الميشن. طيب لما نزل هم الماركتير المفروض قدامه فيجن انه عايز يوصل ببامبرز كبراند وكبرودكت انه يبقى صديق للأم، يبقى جزء أساسي، جزء لا يتجزأ من حياة الأم والبيبي. ولازم البوزيشننج او البروميس انك بتوعد الكاستمرز تكون امين وصادق في وعدك ليه وفي البوزيشننج، ويكون الموضوع سيمبل بسيط، الموضوع مش مكلكع. انا منزل لكم برودكت البراند الفلاني علشان يعمل كذا ويحقق لك كذا وتستفيد منه بالشكل الفلاني. الموضوع بسيط. دي أول خطوة من خطوات صناعة المنتج، البراند، صناعة البراند أو صناعة العلامة التجارية، وهي البوزيشننج، اللي هي ازاي تعمل بوزيشن أو موقع، تحط نفسك موقع، مكان ليك كبراند في دماغ الكاستمر. دي عناوين على كل وسائل التواصل الاجتماعي تقريبا. هتلاقوا البرزنتيشنز دي يا اما في صورة باوربوينت برزنتيشن، يا اما في صورة اوديو، يا اما في صورة فيديو عبارة عن برزنتيشن مع اوديو، علشان اي حد
عايز يستفيد من الماتيريال اللي موجودة، سواء كان يقراها على هيئة باوربوينت برزنتيشن أو يسمعها عن طريق أوديو أو يشوفها فيديو على اليوتيوب بتجمع ما بين البرزنتيشن وما بين الشرح. وأتمنى إن الكل يستفيد، وإن شاء الله نتقابل في سيشن بعد كده.